ربنا يعني بعد اذنك يا مجدي. حبيبي انا شهاده قدام ربنا، انا رحت طبعا بنفسي، كان عندي معسكر هناك وقعدت 10 ايام. صراحه انا اول ما دخلت الاكاديميه يعني من اول باب كده عارف اللي هو يعني مش مقتنع. بعدين طلبت صديقي يعني موجود في الاكاديميه، كان هناك منتخب مصر الاولمبي بنلعب هناك ماتشين. بص يا علي، لو قعدنا نتكلم وما هنتكلم انت لازم تشوف بعينيك. انا رحت هناك شفت 10 ملاعب، لفيت ال10 ملاعب، لو انت بتبص الملاعب زي ماجد ما قال لك مدخلين النجيله الطبيعي مع النجيله الصناعي على احدث نجيله على مستوى العالم كلها، على زي ميكس اللي هي احدث حاجه نازله. ما عادش في الوقت النجيله بتبقى كلها ايه؟ طبيعي. احنا ممكن نعمل الطبيعي، بس انا بكلمك النجيله داخله ببعضها، ما تحسش ان دي ولا تعورك ولا اي حاجه. محمد كوشي. الميزه اللي هناك كمان ان كل ملعب بتاع منتخب لوحده فقط لا شيء. يعني مثلا المراحل السنيه 16 سنه، الملعب بتاعه ده ما فيش حد بينزله الا هم. والصيانه بعد الملعب، قبل الملعب بترش، وبعد ما يخلص الصيانه تتعمل والملعب بترش ويتقفل. مش يتقفل بها، لا، ليه بوابه عاديه. المراحل السنيه كلها عندها جيم كبير. البداية كانت من نهار قرر الحضاري يزور المغرب باش يشوف أجواء الكرة المغربية من الداخل، وخصوصا الأكاديميات ومراكز التكوين والمنتخبات السنية. الحضاري كان كيتوقع يلقى تطور، ولكن ما كانش كيتوقع الصدمة اللي عاشها. كل خطوة كان كيديرها في هذه الزيارة كتخليه يراجع أفكاره على الكرة المغربية وعلى المشروع اللي دار المغرب في السنين الأخيرة. أول محطة دخل ليها كانت أكاديمية محمد السادس، اللي كان كيعين فيها لاعبين صغار كيتدربوا بنفس الطرق والأساليب الأوروبية، كيغادروا القسم ويمشيو للتدريب في بيئة احترافية متكاملة اللي كتبني منهم لاعبين جاهزين نفسيا وبدنيا وتكتيكيا من الصغر. الحضاري قال بالحرف: شفت منشآت ما شفتهاش حتى في بعض البلاد الأوروبية اللي لعبت فيها، وشفت السير منظم لدرجة كتخليك تحس براسك وسط نادي عالمي ماشي مجرد مركز ديال التكوين. هذا المستوى ديال النظام والانضباط خلاه يعترف بلي المغرب ماشي غير سبق المنطقة العربية، ولكن سبق حتى بزاف من المنتخبات الإفريقية الكبيرة بسنين طويلة. المغرب ما دارش مشروع على الورق، ولكن دار مشروع كامل على الأرض كيخدم فيه آلاف الناس، وكتشرف عليه عقوب، كتعرف في الكرة وتعرف المستقبل من كتجي. وبالنسبة للملاعب اللي زارها الحضاري، كان كيهضر على الجودة العالية والتنظيم الاحترافي في التحضير المباريات حتى في الفئات الصغرى، واللي كتخلي اللاعب المغربي يكبر بعقلية احترافية قبل ما يفكر حتى في الاحتراف الخارجي. وهنا فهم الحضاري السبب ديال الجودة اللي كيبان بها اللاعبين المغاربة في المنتخب الأول وفي الأندية العالمية. الحضاري قال أن المغرب ما كيصنعش لاعبين فقط، ولكن كيصنع رجال وقدرات وشخصيات قوية كتقدر تواجه الضغط وتلعب مقابلات كبيرة بلا خوف. أما بالنسبة للمنتخب المغربي الأول، الحضاري شاف الأمور من القرب، وشاف الطريقة اللي كيخدم بها الجهاز التقني والانضباط اللي كيمتاز به الحريق الوطني. فكيقول أن المغرب اليوم عنده واحد النموذج اللي صعيب يقلدو أي منتخب عربي آخر، لأن التجربة المغربية ولات مبنية على سنوات ديال العمل المتواصل، ماشي تغيرات آنية والقرارات لحظية. وكيزيد الحضاري يقول أن الإيقاع العالي اللي كيلعبوا به المغاربة والتقنية والانضباط التكتيكي أمور كتخلي الجمهور يحس براسو قدام منتخب عالمي.